مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بمطبخ محمد الحلبي. اليوم كيكتنا لذيذة وهشة ولا أروع من هيك، وبتقرش قرش وريحتها بتعبي البيت ولآخر الحارة. الله وكيلكم. كتير كتير رح تعجبكم، كتير لذيذة. مكوناتها بسيطة موجودة بكل بيت. شوفولي على هالارتفاع اللي واصلة إله والزينة والصوص اللي عليها، رح تعجبكم انتو ولادكم أكيد على كفالتي. شايفين على الطراوة واللون؟ يا سلام، فظيعة فظيعة عن جد. أنا هاي الكيكة غرام 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 عندي، عشق. على قد ما كتير لذيذة، لأني فيها الجوز ولا القرفة، الجزر، كل هدول النكهات هيك بيلبقوا مع بعض. عن جد يعني خلطة فظيعة. هاي المكونات عنا، يلا بدنا نبدأ. عندي المكونات أكيد مثل العادة أي كيك يكونوا بحرارة الغرفة. عندي 4 بيض مع الفانيليا وكوب ربع من السكر، بدنا نخفقهم لحتى عنا ينفخ البيض أكيد. بهالأثناء نحن بدنا نجهز المواد الجافة. عندي هون مقدار الطحين مع البيكنج باودر وكربونات الصوديوم والملح. بندخلهم كتير منيح. بعدين بدنا نضيف الجزر والجوز. ليش بدنا نضيف الجزر والجوز على الطحين؟ لحتى إذا حطيناه في الكيك ما يهبط لتحت ويعلق في أرض القالب أو بأرض، يعني بقاع الكيك، وما يرتفع لفوق، بنزل لتحت بيهبط وبيحترق عنا وما بعود لذيذ. هيك لما بنغلفه بالطحين، جزر مبشور والجوز مكسر عنا، بنغلفهم بالطحين فبيختلطوا بتمازجوا، بصير توازن مع الكيك. هيك عندي البيض جاهز، نضيف له الزيت النباتي، بعدين نضيف كوب الحليب الدافي. أكيد رح أكتب لكم المكونات تحت الفيديو بالتفصيل ومواد دقيقة. نخفقهم شوي، وبعدين نسينا هون القرفة. كون عن جد ما تواخذوني، نسيت القرفة. 3 معالق من القرفة المطحونة، هي رح تعطينا الطعم. القرفة والجوز كتير بيعشقوا بعض وطعمتهم مع بعض ولا أروع من هيك. بعدين هون عندي الخليط السائل صار جاهز، فبنضيف السائل، المواد السائلة مع المواد الجافة بالتدريج والتحريك المستمر. مجرد انه اختلطوا مع بعض بنوقف تحريك حتى ما يهبط عنا الكيك. ليه ما ضفت انا المواد الجافة فوق السائلة؟ لانه في جوز عنا والجزر راح يعلق، وهيك بالمشبك مضرب الكيك راح يعذبني شوي. فهيك بخفقه أنا من تحت لفوق باتجاه واحد، اتجاه عقارب الساعة. بخفقه شوي شوي لحتى يختلط عنا كل الطحين. شايفين هو كيف الخليط شوي عنا تقيل سميك، لأنه مقدار الطحين كبير، وكمان عنا الجزر جوز فبيتقل شوي. شايفين هي السماكة للكيك. لهيك احنا حطينا بكم كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم حتى تساعد بانتفاخ وارتفاع الكيك، لأن المواد عنا تقيلة فبدها شي رافع يرفعها على فوق. البيكنج باودر ما بيكفي، فهيك الكيكات بيكون فيها البيكنج باودر، الكربونات عفوا. ونزلها بالقالب المدهون، وفرن أكيد محمى مسبقا. ندخلها على الفرن حرارة 180 لحتى يتحمر ويستوي تماما. بعد نص ساعة نحن بنشيك عليه ونشوفه نضج تمام، تكون كل الأمور تمام حسب كل مين وفرنه. فاللي بيحب يعمل توبينج للكيك، توبينج هو عبارة عن علبة قشطة أو علبة كريمة ومع 4 معالق من سكر البودرة. نخفقهم كتير منيح حتى نحصل على هذا القوام، وزين فيها الكيك. هيك الولاد رح يحبوه أكتر وياكلوه أكتر، ونزينهم بصير مثل كيكات الكافيات. وبنفس الوقت هيك بنعرف ولادنا عم يتغذوا وياكلوا شي طيب، شي لذيذ نضيف من ايدينا، ولا اروع من هيك. جربوه على طريقتي رح يعجبكم كتير، وبنتظر تعليقاتكم تطبيقاتكم. ولا تنسوني باللايك شير والحباشات كلياتهم دعموني فيها. لا تنسوني.
ولا أروع من هيك تزيين ولا أبسط. يعني هيك الكيك البسيط والطعم الأروع، الطعم الغني، ولا أحلى من هيك كيك. شايفين التفاصيل البسيطة كتير، صرنا ما نلاقيها بكتير كيكات. دائما الكيكات معجقة وأشياء كتير عليها. هيك كيكة بسيطة ناعمة، كيكة بيتوتية، الطعمة خطيرة. شكرا لكم لمتابعتكم للفيديو للأخير. سلام.